وامتلاك أراضيه من طرف المستعمرين. إن شعبنا قد ناضلا ضد الاستعمار، ونحن أيضا نتشابه رغم التحديات التي واجهناها في تاريخنا، وكنا قادرين على اكتساب حريتنا واستقلالنا أيضا. واليوم نحن أمم مستقلة وحرة، لدينا مهمة وهي تحسين حياة شعوبنا وتطوير بلدينا. لقد فزتم بحريتكم منذ 62 سنة، ونحن حزنا على استقلالنا أيضا. إذن بطرق كثيرة أنتم كجزائريين قد لديكم خبرة أكثر منا، لذلك لدينا الكثير لنتعلمه منكم. وزيارتنا للجزائر تهدف لتقوية علاقات الأخوة بين البلدين، ولكننا هنا أيضا لنعبر عن امتناننا لدعم الجزائر لنا خلال نضالنا ضد نظام الفصل العنصري. لذلك نشكركم من أعماق قلبنا كجنوب إفريقيين. إن الحرب التحرير الجزائرية قد ألهمت نضالنا للحرية في جنوب إفريقيا في 1962. في أول خطاب له كجزائر مستقلة قال الرئيس أحمد بن بلة أن الجزائر كان لديها واجب دعم الحركات التحررية في أفريقيا كلها. ومرة أخرى في مناسبة أخرى قال ليس لدينا الحق في أن نفكر حتى في أن نأكل أفضل بينما يموت الناس في أنغولا، موزمبيق وجنوب إفريقيا، ولكن لدينا دين علينا أن نسدده. يجب علينا أن نقبل الموت معا لكي لا تكون الوحدة الإفريقية مجرد كلمة وحسب. إن هذه لكلمات قوية فعلا، وهذه الرسالة وتلك الكلمات هي التي تجعلكم استثنائيين كجزائريين، كشعب وأمة كانت جاهزة وجاهزة لتضحي من أجل حرية الآخرين. لذلك نشكركم مجددا. إن الجزائر قد أوفت بوعدها فعلا للشعوب الإفريقية وشعوب جنوب إفريقيا، ونذكر أن الجزائر كانت ملجأ ومركز تكوين لمناضلي حريتنا. نحن نذكر أنه في بداية ستينيات القرن الماضي أب ديمقراطيتنا نيلسون مانديلا زار قواعد جبهة تحرير الوطني بينما كان المؤتمر الوطني الإفريقي يجهز الجناح العسكري ورمح الأمة. في 1963 المؤتمر الوطني الإفريقي أصبح أول حركة تحريرية تنشئ مكتبها الدولي في الجزائر العاصمة تحت قيادة أحمد بن بلة. ناضلت الجزائر ضد الأبارتيد ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ولتضع حدا له. إن موجة الدعم الإنساني هذه التي كان
التي ساهم فيها إخوتنا وأخواتنا من الجزائر لوضع حد للأبارتيد وللوصول للديمقراطية. يمكننا القول اليوم أننا أحرار لأنكم أنتم ساهمتم في حريتنا، ومرة أخرى فإنني أشكركم على هذا. عندما أطلق سراح الرئيس نيلسون مانديلا في 1990 كانت الجزائر واحدة من أول البلدان التي زارها، ونحن نتذكر كلمته التي قالها عندما وصل إلى هنا إلى الجزائر. قال: إن الجيش الجزائري صنع مني رجلاً. ونحن نتذكر هذا التاريخ كتذكير دائم لشجاعة وتضحية أولئك الذين كانوا قبلنا. نحن قد ورثنا شعلة الحرية، ونحمل على عاتقنا مسؤولية أن تستمر في أن تكون شعلة مضيئة تتخلص من ظلام الظلم. ويجب علينا أن نعمل على أن تضيء هذه الشعلة طريق التطور والوحدة الإفريقية للأجيال القادمة. إن مساهمة الجزائر في تحرير جنوب إفريقيا مكتوب في التاريخ، ونحن ندين إلى الجزائر دينا عظيم. نحن كجنوب إفريقيا سنعمق علاقات الأخوة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبر اللجنة الثنائية المشتركة التي عقدت للمرة السابعة. ونحن نطمح لتقوية تجارتنا والاستثمارنا وعلاقات الشعوب بالشعوب من أجل الفائدة المشتركة للبلدين. البارحة مديرو الأعمال من البلدين قاموا بعقد المنتدى الأعمال الذي سيستعمل لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد كان مشجعا أن نرى اهتمام المسؤولين عن الأعمال جنوب إفريقيين والجزائريين في تقوية أواصر علاقاتهم. أنا أرى إشارات واعدة أن التجارة والاستثمار بين البلدين تتطور ويمكن أن تتطور أكثر وأكثر. نحن نسعى إلى تعاون في مجال النفط والغاز، الهيدروجين الأخضر، الزراعة، ومجال الطيران والطاقات المتجددة، وقطاعات أخرى، قطاعات مثل البنى التحتية. ونحن نسعى لوفرة المصادر الطبيعية لتفيد الشعبين، لكي تكون تلك المصادر لكي لا تكون هذه المصادر مفيدة لأولئك الذين كانوا يريدون أن يستعمرونا. يجب نحن أن نستعملها في القارة الإفريقية لكي نبيع منتوجات من إفريقيا إلى أجزاء أخرى من العالم. ونحن نؤمن أن الجزائر وجنوب إفريقيا يمكن أن تعمل معا وتشارك هذه الرحلة معا، أن نتشارك خبراتنا ونعمل مع الجزائر معا لنستفيد من نقاط قوتنا وإمكانياتنا. نحن حازمون على في إفريقيا فرص في إفريقيا، ونمكن شركاتنا من الازدهار والتطور ولخلق فرص عمل.
ولتطوير الاقتصادي البلدين. نحن نعمل على خزم الوحدة للعمل على الوحدة الإفريقية في أجندة 2063. الحالة السياسية في الجزائر تمر بأوقات عصيبة في مناطق عديدة من العالم بما فيها في قارتنا. كأمم نحن نحس ونعلم تمام العلم ما يعني أن تكون مستعمرا ومضطهدا. إن الجزائر وجنوب إفريقيا تقف موقفا حازما لدعم الشعب الفلسطيني. إن الحرب الإسرائيلية على غزة يجب أن تنتهي، ونحن نطالب بأن تنتهي الآن. كما تعلمون إن جنوب إفريقيا اتخذت خطوة من أجل مرافعة قانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متحججة بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد شعب غزة. إن قتل النساء، الأطفال وأولئك العزل، قصف المنازل، المدارس والمستشفيات، وإنكار المساعدات الإنسانية هي وصمة عار. لا يمكننا السماح بهذه التجاوزات. لدينا مسؤولية لكي نوقف هذه الإبادة. إن هذا ما حفز جنوب إفريقيا، الدولة التي هي بعيدة جدا عن فلسطين بآلاف الكيلومترات. لقد قمنا بهذا لأننا درسنا نيلسون مانديلا أن حريتنا علمنا نيلسون مانديلا أن حريتنا بكوننا جنوب إفريقيين لن تكتمل أبدا حتى يحظى الفلسطينيون بحريتهم الكاملة وحقهم في تقرير مصيرهم. بعد اتخاذنا للخطوة في المحكمة الدولية للعدل، العديد قالوا أنها قضية غير مجدية، والعديد قالوا أننا لن نصل إلى أي نتائج، ولكننا كنا عازمين على أنه يجب أن نتخذ موقف الفلسطينيين في وقت حيث عرفوا حاجة ماسة لنا بسبب ما يقوم به الاستعمار في غزة. الجزائر وجنوب إفريقيا يجب أن يواصلوا الالتزام بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيرهم. الأعضاء
الحاضرون، نحن نشيد بالدعم الدائم للجزائر لنضال شعب الصحراء الغربية ليتمكنوا من تقرير مصيرهم، ويجب أن نذكر المجتمع الدولي بمسؤوليتهم تجاه شعب الصحراء الغربية، ويجب احترام القانون الدولي وقيم ميثاق الأمم المتحدة يجب احترامه أيضا، ويجب أن نبني نظاما عالميا جديد على أساس العدل والعدالة وأن يكون شاملا. إن جنوب أفريقيا تكرر نداءها لإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة ليكون أكثر تمثيلا وأكثر محاسبة. نحن نشيد بالمواقف التي اتخذت من طرف الجزائر بمشاركتها في مجلس الأمن الجزائري بكونها عضو غير دائما. نحن نشكركم للمواقف التي اتخذتموها. بكوننا جنوب إفريقيا والجزائر يجب أن نقف معا في ندائنا لإصلاح النظام العالمي والمالي. يجب أن تخدم مصالح كل الدول وكل الشعوب. يجب أن ندعم الضعفاء والمهمشين في أينما كانوا في كل بقاع العالم. يجب أن نقف ونساعد المدنيين الذين يجدون أنفسهم في الحروب وفي النزاعات. بكوننا مجتمعا دولي، بكوننا أفارقة، يجب أن نقوم بكل شيء متاح لكي نصل إلى حل دائم مسالم لهذه المشاكل. يجب أن نوحد الأفارقة لكي نسرع التطور الاجتماعي والاقتصادي ولكي نصل إلى أهداف التطور الدائم الذي هو مشروع قارتنا لكي نصل إلى تطور دائم واقتصادي. هذا سوف يكون بتعميق تعاوننا بين الجزائر وجنوب إفريقيا. سوف يكون هذا عندما يكون كلا البرلمانين متمكنين من التعاون بشكل وطيد، والتي سوف تزيد من استفادة شعوبنا. نحن نرى أن لدينا الكثير الذي سوف نتعلمه من بعضنا البعض والكثير الذي نتشارك فيه. لدينا تاريخ مشترك وفوائد مشتركة وقيم مشتركة ونظرة مشتركة للاتحاد القاري والتعاون. نحن دولتان التي تواصل احترام القيم الديمقراطية، حيث قد كان الانتخاب السابع لجنوب إفريقيا هذا العام وكان انتخابكم في سبتمبر. هذا في ذاته يؤكد التزامنا لمبادئ وقيم الديمقراطية واحترام إرادة الشعب. نحن في جنوب إفريقيا شكلنا الحكومة من الوحدة الوطنية عبر انتخابات من طرف 10 أحزاب وطنية فعالة وطريقة خاصة للعمل معا لفائدة الشعب الجنوب الإفريقي كاملا، بنظرة لضمان تطور اقتصادي ومواجهة التحديات التي نراها في دولتنا. الجزائر وجنوب إفريقيا
هم في حدي القارة، ولكن نحن نجتمع بنضال معا وبهدف تطوير شعوبنا. يجب أن نواصل العمل معا لكي نبني دولنا ودول إفريقيا التي لطالما حلمنا بها. جنوب إفريقيا التزمت ترأسها لمجموعة 20. نحن نهدف عن طريق مجموعة 20 لتقديم التطور الإفريقي. نحن نريد من الجزائر أن تنضم إلى الأمم الأخرى في القمة عام 2025 للعمل على فائدة شعوبنا كلنا. وأنا أطلب من الرئيس عبد المجيد تبون أن يشارك بمجموعة 2025 لكي نواصل العمل معا. عبر مختلف النشاطات والأعمال سوف نبني المجتمع الذي أراده شعبنا والذي له الحق فيها. نحن هنا كوفد لكي نعيد ونذكر أن جنوب إفريقيا لها علاقات أخوية مع الجزائر، وشعب جنوب إفريقيا وشعب الجزائر هم واحد بكوننا أفارقة، لأن لنا تاريخ مشترك في النضال والتطور، والآمال توحدنا وتجمعنا معا. وهذه علاقة لن تنكسر أبدا، لأن لها تاريخ عميق وقوي ومستقبل عظيم. أنا هنا لكي أقول يجب أن نتقدم معا، فلنتطور معا، نزدهر معا من دون ترك أي دولة خلفنا. لنا الشرف أن نكون ضيوفكم، ونحن أيضا لنا الشرف أن نكون أصدقائكم. نريد أن ندعوكم كلكم. وأنا أريد أن أدعوكم كلكم لكي تأتوا إلى منزلكم الثاني في جنوب إفريقيا. ونريد أن تقوموا بهذا لأن حياتكم ليست مكتملة حتى تروا منزلكم الثاني جنوب إفريقيا. هذه دعوة مفتوحة لكم جميعا لكي تأتوا وتروا دولتكم الثانية الجميلة في القارة الإفريقية. ممكن لن تكون جميلة مثل الجزائر، ولكنها جميلة كفاية لكي تأتوا وتزوروها بأنفسكم. بعد هذه الكلمات أريد أن أشكركم سمح لي بأن أتكلم مع البرلمان، وأن أشكركم عن كل ما قامت به الجزائر. شكرا جزيلا لإعطائي هذا اللباس. شكرا. أولئك الذين رأوني منذ دقيقة قالوا أنه يجعلني وسيما بشكل خاص، إذن شكرا جزيلا. الشكر لكم فخامة الرئيس سيريل ماتاميلا رامابوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا. Excellency President
فخامة الرئيس، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا للرئيس على خطابكم الذي يمس قلوبنا ومس قلوب كل الحاضرين. من خطاب قوي وعميق يتلمس قلوب الحاضرين وقلوب الشعب الجزائري وما للعلاقات الأخوية والمتينة بين شعبي الجزائر وجمهورية جنوب إفريقيا. سيدات والسادة الحضور، نهاية مراسم خطاب فخامة الرئيس سيريل ماتاميلا رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين.